هل فعلا تم ربط الشهر العقاري بإدارة تنفيذ الأحكام؟ وهل ده معناه إنك لما تروح تعمل إجراء في الشهر العقاري لو عندك حكم جنائي ممكن يقبضوا عليك؟ هو الخبر المنتشر عن ربط الشهر العقاري بإدارة تنفيذ الأحكام مش مقصود بها نهائي الأحكام الجنائية. أصلا الشهر العقاري مش جهة تنفيذ أحكام جنائية، ولا يملك موظف الشهر العقاري سلطة القبض عليك حتى لو عليك حكم جنائي. كل ما في الأمر إن الموضوع خاص بالأحكام المدنية فقط لا غير. اللي هو الأول المحكمة كانت بتصدر أحكامها في دعاوى الملكية ودعاوى الصحة والنفاذ بعد بحث ملكية العقار والتأكد من ملكية العقار للمواطن مقيم الدعوة. يعني أنا وأنت بنتخانق على بيت، رحت رفعت عليك قضية بقول لك هات البيت بتاعي اللي أنت واخده بالغصب، فأنا المحكمة أثناء نظر القضية بتشوف هل البيت ده البيت اللي أنا بدعي إن هو بيتي، هل هو فعلا بيتي ولا لأ؟ كانت المحكمة بتبحث في الموضوع ده، بتنتدب خبير يشوف إيه الأوراق اللي معايا وإيه أساس الموضوع وإيه القصة، وهل البيت فعلا بتاعي ولا لا. بعد حصول المواطن بقى على حكم في الدعوة بتاعته كان بيقدم الحكم للشهر العقاري عشان يشهر العقار باسمه، عشان خلاص يبقى ثابت في الأوراق الرسمية إن العقار ده بتاعه. كان في الوقت ده بيبدأ موظف الشهر العقاري كان بيبدأ من تاني ويبحث ملكية العقار للمواطن الحاصل على الحكم مرة تانية. يعني المحكمة بحثت الملكية وموظف الشهر العقاري بيبحث من تاني في الملكية، ودي كانت مشكلة وعطلة في تنفيذ الأحكام. الجديد بقى واللي حصل إن تم إضافة مادة إلى قانون الشهر العقاري، المادة رقم 35 مقرر. المادة دي سمحت لأصحاب الأحكام في دعاوى إثبات الملكية ودعاوى الصحة والنفاذ إنهم يتوجهوا للشهر العقاري. صاحب الحكم بيحصل في الأول على رقم مؤقت بأنه تم تسجيل العقار باسمه، وبعدها بيتحول الرقم المؤقت لرقم نهائي، وبيتم التسجيل رسميا بعد نشر طلب الإشهار وعدم الاعتراض عليه خلال مدة زمنية محددة، وده اللي هيتم تطبيقه بداية من 6/3/2024.